اجي واش بصح مرسيدس فيها موتور رونو؟ هاد الهضرة 100% تكون فايت سمعتها، ولكن اش تعرف دابا القصة الحقيقية ديالها. مرسيدس كانت متخصصة في صناعة السيارات الباغلين اود كام بحال لا كلاس سي، لا كلاس او ولا كلاس اس، الطوموبيلات اللي كيتباعوا بثمن طالع باش الشركه كتقدر تحقق واحد لا رونطابيلتي او واحد الربح، حاجه اللي عاديه في اي بيزنس. ولكن مرسيدس كانت كتبيع طوموبيلات وحدين اخرين بحال لا كلاس ا، لا كلاس بي، طوموبيلات اللي كانوا صغار وقل في الثمن. فمرسيدس شنو لقات؟ انها الا دارت دي موتور كبار لهاد الطوموبيلات ما غاديش تقدر تحقق واحد الربح. فالقرار اللي دارت مرسيدس هو قالت الرونو اجي نديروا واحد البارتناريا تكنولوجيك او واحد الشراكه اللي بدات في سنه 2010. وهاد الشراكه شنو كان فيها؟ هو ان رونو غتولي تفورني لي موتور ديالها لمرسيدس، لان في الاندستري اوتوموبيل كانت رونو ناجحه في الصناعه ديال هاد الموتور الصغار، وهكا ها مرسيدس رابحه وتا رونو رابحه. وسنه 2011 كانت لا مرسيدس كلاس ا هي اول طوموبيل يدار فيها موتور رونو. وابتداء من 2012 هو اللي كيدار في الكلاس ا 180، جي لا 180، سي لا 180 والبي 180 الى غايه سنه 2020 اللي كانت هي السنه اللي سالات فيها الشراكه ما بين مرسيدس ورونو. وقررت مرسيدس انها تولي تصنع هذا الموتور راسها ويكونوا 100% مرسيدس. اذا الخلاصه شنو هي؟ ان ماشي كاع طوموبيلات مرسيدس فيهم موتور رونو، ولكن واحد العدد ديال لي غام، وهذا لا يعني ان موتور رونو راه موتور خايب. بل هاد الشراكه حققوا بها الشركات بجوج نجاح كبير، وكان اقبال على هاد السيارات. وخيروا مثال وكنشوفهم انهم كيوليو بزاف مليح. وما تنساوش تشجعونا بواحد لايك لا فيديو، ابوني لاباج، وخليو لينا رايكم في الكومونتير. تحياتي لكم.